انا فكرت نعمل فكره جديده زي الدوره الرمضانيه، نجيب كل الفنانين ونطلع منهم الواد الحريف اللي جاب هاتريك والواد الحريف اللي جاب جون، ونجيب الناس دي ونطلعها نديهم جوائز بس من الفنانين مش من لعيبه الكوره. دوره رمضانيه يعني في السينما. خلينا نقول ان جايزه اعلى زعيق او اعلى صرخه تروح للاستاذ احمد زاهر وبنته ليلى احمد زاهر. الصراحه الاثنين في المسلسلات بيزعقوا بس وتقول لها الشيماء ولا بقول لك يا نعمه. هما الاثنين ركبوا المسرح وشكلهم كانوا بيذاكروا من نفس السكريبت. وخلينا برضو ندي اجمد جايزه اجمد ممثل صاعد كوميدي لمصطفى غريب. هو عمل دور حلو في اشغال شقه والصراحه انا بطبل له عشان هو الراجل كويس جدا ممثل جامد جدا. انما خلينا برضو نقول ان جايزه ست الشقيانه من الدور ال 16 من الدوري الانتصار. احنا لسه قدامنا نص نهائي ونهائي، بس خلينا في الدور ال 16 من الدوري الانتصار، يمكن حد يجي يغير راينا، يمكن نشوف. ولكن انتصار عمل دوره في اعلى نسبه مشاهده، الصراحه دور كويس ودور الام الشقيانه وحلو قوي على الدور. احنا كده معانا 3 جوائز من مسلسل اعلى نسبه مشاهده. اول واحده الانتصار، تاني واحده احسن خال في السينما المصريه والدراما العالميه هو احمد فهيم، عمل وكان بيعيط زياده وكان الصراحه عامل دور كويس. الحمد لله ان هو ما كررش نفسه وعمل سيد العمده الجزء الثاني. واحسن اب في الدراما المصريه السنه دي برضه من مسلسل اعلى نسبه مشاهده للاستاذ محمد محمود. الصراحه الراجل اتقهر جامد وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شهناء. وبرضه خلينا ندي احسن جايزه الافيهات والعالميات وخد وهات للاستاذ مصطفى شعبان، ونحب نقول له كفايه افيهات يا فنان عشان احنا تعبنا منك. وبرضه معانا من مسلسل المعلم ناخد احسن جايزه للطفل جان رامز. الصراحه الطفل ده انا متوقع له السنه الجايه يعمل بطوله مكان احمد داش. نيجي شويه نرفع فوق لاحسن جايزه ممثل قديم بس على الهادي وهو هشام ماجد في مسلسل اشغال شقه، والمدام طبعا اسماء جلال. وبرضه خلينا ندي جايزه الدراما للشباب الصاعده عصام عمر واحمد داش في مسلسل مسار اجباري. وكده السلسله لسه ما انتهتش. لو انت عندك شخصيات ممكن نديها جوائز في الدوره الرمضانيه في السينما ممكن تقول لنا عليها واكتب لنا تحت في الكومنتات. كان معكم سعد من الشريط بتاع سيما. سلام.